حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كانت ذنوبي لا حد لها ولا غاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. سبحانك بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. ربنا رضاك خير لنا من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ما لنفسها مال تحققها سوى رضاك، فرضاك خير لنا من الدنيا وما فيها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاءه. ينادي على رسوله وعلى حبيبه ومصطفاه محمد قائلا له يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك طاعة. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا يوم القيامة محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. كان أكثر الناس تقوى، أكثر الناس جودا، أكثر الناس حياء، أكثر الناس حلما، أكثر الناس تواضعا، أكثر الناس أمانة، أكثر الناس صدقا، ومع ذلك يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك. من دعاء حبيب النبي كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فصلاة عليك وعلى آلك وأصحابك أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
منتصفة لشهر شعبان. وشهر شعبان هو شهر النبي محمد، كان يصوم كثيرا وينفق كثيرا ويتقرب إلى الله كثيرا. ودي سيدنا النبي. طب لما سيدنا النبي هو نفسه اللي ربنا غفر له ورفع ذكره وشرح صدره بنعمة، قال ذلك شهر يغفل عنه البحر، وفي نفس الوقت ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. احنا عايزين مش هنحكي حكايات ولا قصص، ربما تحدث البعض عن المعراج وعن الإسراء وعن شعبان وعن النصف من شعبان. الهدف من ده كله ايه؟ صلى على الحبيب النبي. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قدر. خلق الإنسان وجمله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان ممكن يرفع قدر نفسه عند الله، وممكن يخفض من قدره عند الله. زي ما عندك عيل من عيالك بيسمع كلامك وبيطيعك، فأنت بتخليه له معزة خاصة. لو طلب منك طلب كتير، وعندك عيل يجيب لك مشاكل ومجالب نومك وجالب راحتك وتقول له ايه ما بيسمعش الكلام، فهو دي انت مناسبه من نفعك. حتى لو طلب كده تقول له ساعه وراك عادي مش ناقصه، انت جبتيله وجع والراس. فكل انسان له قدر عند الله، فانت بيدك ترفع قدرك وبيدك تخفض قدرك. الإنسان اللي يصلي قريب من ربنا، الكريم قريب من ربنا، واصل الأرحام قريب من الله، المحسن للجار عند الله يحمد قدر كقاطع الرحم. طب المسيء، طب اللي ما بيصليش، طب اللي ما بيصومش، طب اللي عامل مشاكل، كل واحد له قيمه عند ربنا عز وجل. فقدر حضره النبي محمد كان ايه؟ سيدنا النبي قدر عالي اكبر مما تتخيل، لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى فضله على الملائكه. سيدنا جبريل في المعراج صعد الى مكان معين، وبعد كده بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله لكل منا مقام معلوم. أي مكان لحد ما اقدرش اخذ خطوه بعد كده. قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترق، اما انت يا محمد لو تقدمت لاخترقت. بدك ايه؟ بعد السماء السابعه وسدره منتهى بحر النور. نور مين؟ نور ربنا. علشان كده سيدنا النبي كان مفضل، حتى المكانه بتاعته اعلى من جبريل. عشان كده النبي ايه؟ تقدم يا محمد، تقدم فإنني لو تقدمت لاحترقت، أما أنت يا محمد لو تقدمت لاخترقت. فسيدنا النبي تقدم. سيدنا النبي هنا ليس بشرا وليس ملكا، وإنما كان نورا في هذه الحالة. شوف ربنا ايه؟ قد جاءكم
نورا على نور. يبقى نور محمدي نور ايه؟ الهي. سيدنا النبي ربنا رفع قدره لدرجه سيدنا موسى يقول ربي ارني انظر اليك. انا عايز اشوفك. اما سيدنا النبي صعد الى السماوات وراى ربه ليله المعراج. ما كذب الفؤاد ما راى ربه بفؤاده. شيء ده حد يسر ربنا. الانسان منا ضعيف وشديد في نفس الحال. ضعيف بجسمه بس لسانه اللي قوله مديله اكبر من حجمه. الشرط اللي يبقى في الشمس ووسط الشمس. الراجل اللي عامل نفسه قوي يطلع بره كده وسط الشمس ده كتير ايه؟ هنا تطبيع. ليه؟ انت انسان عفاض. امال احنا هنبص لربنا في الاخره ازاي؟ شوف ربنا سيدنا يقول انكم سترون ربكم يوم القيامه هكذا واشار باصبعين. احنا نشوف ربنا. شوفوا ازاي؟ شوفوا القران قال ايه؟ وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. طبقة معينة هي اللي هتشوف ربنا مش أي حاجة. أنت هتشوف ربنا بطول الصلاة. العلاقة موصولة. سأل ربنا نادي ربنا فربنا مش هيبقى معاك. ولذلك معظم الناس ترفع إيدها وتدي ويجي في الشارع ويقعد يدي وقاعد في بيته يقعد يدي والله مش مستفيد. ليه؟ اكيد في حاجه غلط. في حاجه غلط. في سيره فاصل زي العربيه كده ما بتدورش. حط لنا بنزين مش دارك، جبنا بطاريه جديده مش دارك، جبنا مبيعات جديده مش دارك. الميه يقعد فين؟ شو تقول ليه؟ يقول لك والله سيره فاصل. سيره من فين طب؟ من حاجه بسيطه كده ساعه لما يوصلها لا تشتغل. يبقى دور في نفسك كده وشوف انت ربنا مش مستجيب لك ايه. شوف الاسلوب بتاعتك كده. شوف سلك الارحام واخد ولا لا؟ بتزوج عليك ولا لا؟ سلك الصلاه موصول ولا لا؟ تتوضا وتصلي قدام ربنا ولا لا؟ انت مخاصم نار. انت ما بتفتحش مصحف. انت ما بتزورش مريض. انت ما بتحتاج نار ولا عالم ولا مسجد. ليه تستجيب ازاي؟ فالانسان له قلب. فقدر النبي كان كبير. سيدنا موسى يقول ارني. سيدنا النبي شاف
إلا ويقول محمد رسول الله. قدر النبي كبير، فضله على البشر، فضله على الأنبياء. مين اللي صلى بالأنبياء في النهار؟ حضرة النبي محمد. الحته الحلوه بقى والجميله من خلاصه الموضوع، لان العداوه دايما كانت مضطهده حضره النبي. اشد الناس عداوه الى المال اليهود، حتى نقول ولن ترضى، كلام حضره النبي، ولن ترضى حتى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيسيبوك في حالك لما تسمع كلامه. قام ربنا قال ايه؟ قل ان هدى الله هو الهدى. مفيش احسن من التقوى، مفيش احسن من الهدايه، مفيش احسن من البر، مفيش احسن من الاحسان. خليك تتكلم كده قبل الاسلام دارت مشاكل بين سيدنا آدم وبين اليهود. عشان نعرف سبب النعام ضاق به الحل. فربنا قال له في اخر ايه في سوره النحل دي، قبل ما يقول سبحانه قال ايه؟ ان الله مع الذين اتقوا اذا والذين هم محسنون. ربنا مع المتقين ومع المحسنين. العلماء قالوا معية نوعين، في معية عامة، في معية خاصة. مع الكل، حتى الكيف. كيف عنده بيت وعنده عربية وعنده أرض وعنده وظيفة وعنده فلوس، والعاصي عنده بس طاقة فيه. ربنا يديها له في الدنيا بس، أما في الآخرة حساب شديد. إنما المعية الخاصة مع المتقين. ولذلك أنت لما تقع في دقيقة مش هتلاقي حد يقف معاك، اعرف إن أنت مش عندك تقوى. لما تبقى كده واقف ربك وتقول يتخلى عنك أصحاب جيران، اعرف إن ربنا غضبان عليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كلامي ده مش كلامي ولا كلام، ده كلام ربنا. يبقى المعية الخاصة دي لناس معينة تجد ربنا. عشان كده نقول ومن يتق الله لا يحتاج ربنا يجعل له مخرجا ويرزقه. في تاني ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هيفيد جدا، هيفيد اسئلتك، بس خليك تجد في مالك، في ولادك، في وظيفتك، في أرضك. حتى لو يقول اتق الله حيثما كنت، أيا كان الشارع ماشي مشاكل، رحت الوظيفة يديها حق حتى تكبر، رحت تشتغل يوميا يدي الراجل حق عشان تحتاج وتوكل العيال. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. سلف على طول استغفر ربنا عادي. ايه تاني؟ وخالق الناس بخلق حسن. واحد اسئلك خليك انت احسن منه، واحد اعتدى عليك خليك انت الكبير. خلي صدرك واسع وخلي قلبك واسع وعقلك واسع،
تلاقي ربنا معاك يجيبها من اوسع الابواب. يقول النبي المصطفى تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. كتاب الله وسنتي وقال قال اللهم صل وسلم. ولي الصالحين أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا خاتم الأنبياء المرسلين. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من أهل النار. أيها الأحباب، قدر النبي درجة كبير لن يترك الله رسوله في المعراج ولا في الإسراء ولا في تحويل القبلة. سيدنا النبي بعد ما رجع من المعراج فرض عليه الصلاة، لما صلى تجاه بيت المقدس دون أمر من الله، جماعة الأعداء قالوا يا محمد، شوف حتى القرآن وصفهم بالسفهاء، القرآن لهم سفهاء، السفيه اللي مش عارف معنى الكلام، اللي عقله ضايع، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. وحالة ربنا صليت على سيدنا النبي لما صلت إلى بيت المقدس قالوا يبقى احنا الأساس، ما احنا كده، انت بتصلي معنا يبقى دين اليهودية هو اللي أولى وانت اتبعت قبلتها. خد بالك من السؤال ده، نزلت الآية من فوق، سيدنا النبي بص السماء كده بس، فعلم الله ما بقلبه، فنزلت الآية بتقول ايه؟ قد
بعدك عن القرآن وعن الإسلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لو تحقق في الإيمان والتقوى إزاي؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كده هيجي من فوق ومن تحت. ولكن كذبوا باللي احنا فيه. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. الى هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعلمنا بالاحسان اذ الفضل منك وعليك، واجعلنا اللهم بفضلك من الراشدين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، استغفروه يغفر لكم، واسالوه يعطيكم، واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر لو كانوا يسمعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة الحمد لله الله شعر في صلاتكم تكون فاتين صلوا صلاة الربيع مع صلاه أن يتقبل منا أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاستقم كما أمرت ومن تابعك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم